السلام عليكم اخويا. ما هو مش معنى ان مش عايز اطوعك في الغلط يبقى انا كده شيخ. ان اشوفك بتعمل حاجه غلط وانصحك هو ده اللي المفروض يحصل من كل واحد مسلم. يعني لما تيجي تسمعني اغنيه او ترفعها على صورتك ستوري او تشيرها بوست فيه عريه او محتوى فاضح، فاقول لك ان كده حرام وانصحك انه على الاقل ما تجهرش بالمعصيه، والذنب ده خليه على قدك وتوب منه كل شويه. فانا كده مش شيخ. وقت ما اشوفك بتبص على بنات معديه وعايز تعكسهم او تلسن عليهم بكلام وحش، فانصحك واقول لك ان كده حرام وانك كده هتتعذب دنيا واخره بسبب اللي قلت عليهم ده. برضه انا كده مش شيخ. بالنسبه للفلوس السهله اللي بتكسبها من اي سكه شمال ايا كان مراهنات او غيره، فلما اجي اقول لك انها حرام وانك لازم تتعب بكل جنيه يدخل جيبك، فبرضه والله العظيم انا كده ماشي. لما تقعد تحكي لنا عن صاحبتك وان عادي تتكلموا وتدخلوا فتره استهبال لغايه ما تشوفوا مين اللي هيقع الاول او تفضلوا صحاب وخلاص، فوقتها هاجي اقول لك انك محتاج تتعالج واللي بتعمله ده حرام. فانا يا دوب بنبهك انها زي اختك وكده انا مش شيء. لما تيجي تعزم عليا بسجاره او اشوفك بتشربها فاقول لك ان حرام عليك صحتك اللي بتدمرها وفلوسك اللي بتطيرها في الهوا وانك هتتسال على صحتك وفلوسك، فده مش معناه ان كده شيء. لما نبقى قاعدين كذا واحد مع بعض وتجيب في سيره صاحبنا اللي مش موجود او تحب توقع بينه وبين اللي قاعدين فاقول لك ان حرام ناكل لحم صاحبنا، بعدها الاقيك عايز تقل من واحد وتطلع عليه اسم هو مش حابه او تغلط فيه بينك وبين صاحبك من غير ما هو يسمع. فانا كده والله العظيم ماشي. خلاصه مش معنى ان بنصحك يبقى انا شايف نفسي عليك وبقل منك، ده واجب على كل مسلم انه ينصح غيره. ما هو معلش مش عشان الحرام جاي على هواك تقوم تقل من اللي ماشي صح وتبقى عايز كل الناس مغيبه زيك. احنا كلنا بنغلط بس بتفرق من واحد بيستمر في الغلط وبيحبه وبيحب يعمله والتاني بيندم على كل غلطه بيعملها وما بيستناش وبيرجع لربه وقت الغلط وبيحاول طول الوقت انه يبقى احسن. شيطانك ونفسك الاماره بالسوء هيخلوك تايه في معاصيك ويهيئولك ان ده عادي وكله كده وان ده غصب عنك وانك يا حرام ياما حاولت تبقى كويس لكن الظروف اقوى منك. اخويا اوعى تيأس وافتكر ان خير الخطائين التوابون. وبكده فيديو النهارده خلص. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا فحابب اشكرك على دعمك ليا اللي هتكمله بلايك وكومنت بالصلاه على النبي وسبسكرايب على القناه عشان اول ما ينزل جديد يوصلك. ما تنساش تدعي لاخواتنا بالصبر والثبات والنصر. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.